السلام عليكم الخوت الخواتات، فين ما كنتو اينما ارتحلتوا داخل المغرب او خارجه، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانيين ماشطين ناشطين؟ نتمنى تكونوا فرحانين ونتمنى هاد لا فيديو لكم صحه جيده ان شاء الله واحوال طيبه. كما كتشوفوا معايا البنات، عندي الثوب ديال الملحف. هانتوما من بعد ما غطستو في الماء غادي ندير لكم فيديو كيفاش كنغطسو في الماء وتيجيني الثوب مقاد في الفصاله، ما كيتزاد ما والو ان شاء الله يا ربي. كيف ما قلت لكم، عندي الثوب ديال الملحف. غادي نفصل معكم بيجامه صيفيه، بيجامه سامبل. عندي لاستيك في الكم، تشوفوا الطريقه. وعندي كيفاش نشطبوا الدوره ديال العنق اللي كتجي مفينيه وكتجي متقونه. بقاو معايا. كما كتشوفوا معايا البنات، ملي نبغيو نفصلوا اي ثوب دائما نقلبوه، حيت تيجينا ساهل. ملي كنبغيو نفصلوا الدوره ديال العنق كنحيدوا غير ديك الرقه الفوقانيه وكنفصلوا مرتاحين. كما كتشوفوا قاديت الثوب عندي في العرض ديال الجلايل، درت 54 سنتيمتر باش تجيني بيجامه كلوش من التحت. غادي نقطع داك الزائده البنات باش تجيني الفصاله مقاده. انا راه عندي واحد الطريقه باش كنخدم، راه الا ما كانت الحاجه مقاده ولا ما كان الثوب مسرح ما يكونش مكمش. والله العظيم. الحمد لله يا ربي، كلشي تيجي مقادو على حقه وطريقه. غير تابعوني يا البنات. السيده عندها الكتاف 44 كنقسموها على جوج كتعطينا 22. كنزيدو سنتيم ديال الخياطه هي 23. دوره العنق 7، كنهبط ب3. الكتاف كنطيحهم ب3 4 البنات، 3 4 سنتيم باش طيحت الكتاف. كنهبط للتركيز 23. عندها في الربع البنات 35 زائد سنتيم ونص ديال الخياطه، هي 36 ونص. هانتوما البنات صافي كنلاقي ديك النقطه ديال الكتاف مع النقطه اللي عبرت فيها 36 ونص، وكنزيو على هاد الطريقه هذه بدون تعقيدات البنات. صافي كنقطع دوره العنق 7 وهبطت ب3. الكتف طيحته ب4 كما قلت لكم، 3 4. عندها في الربع 35 زائد سنتيم ونص هي 36 ونص، وزديت النقطتين بدون تعقيدات. هانتوما البنات من نقطة ديال التركيز كنهبط لدورة الحزام ب15. من دورة الحزام كنهبط ليهونج ب17. دورة الحزام كندخل بجوج ديال السنتيم. عندي 36 ونص الفوق صدر. دورة الحزام 34 ونص. السيدة عندها في ليهونج 38. دائما كنزيدو سنتيم ونص يعني 39 ونص، وكنزدي النقطتين على الطريقة هذه. هانتوما وكنعبر الطول ديالي. السيدة عندها 137 وجليل كما قلت لكم في الاول 54 سنتيم. صافي كناخذ النقطه ديال لي هونج حتى لتحت ديال الطول ديالنا على الطريقه هذه. ساهله مهله البنات بدون تعقيدات كما قلت لكم. صافي كنقطع كما لاحظتوا البنات. ما قطعش ديك 5 سنتيم اللي كندخلوا بها في الجناب. نتوما بغيتو تدخلوا بها دخلوا بها باش ما يجيكمش جلال طيح. انا عندي واحد الطريقه خاصه باش كنخدم، حتى تنخيط البياسه مثلا وكنوصلها بلا ما نكففها، نوصلها المصبانه. ملي يصلحها كنجيبها انا كنحدد ليها الطول عاد كنقطع وكتجي البيجامه على حقها والطريقه وكنصلحها في المحل عندي. يعني ما تيجيونيش دوك الجناب طايحين. ان مول المصبانه ضروري غادي يجر الجناب. علاش الجناب كيطيحوا
والوسط كيبقى مهزوز. ديروا هاد العمليه، غادي نحط لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف، وشاهدوا كيفاش الخدمه ديالي. هذه هي باش كنخدم سنين ومنين، والحمد لله تيجيني البياس مقاد. ما عمر شي وحده ما رجعت ليا بيجامه وقالت لي مثلا تيجوني جليل طايحين ولا. الحمد لله هذه الطريقه باش كنخدم. كما شفتوا البنات، الجهه ديال الامام رانا نقصت واحد سنتيم ولا نص سنتيم من الكتاف باش ما تجيناش البيجامه راجعه للور. ضروري البنات. وكنهبط الكول ديالي ملي قطعت داك نص سنتيم ولا سنتيم، كنهبط ب11 ونص في الكول. هانتوما البنات شفتوا البنات، قلت لكم الثوب فين ما بغيتو تفصلوا خليوه مقلوب. يعني ملي كنبغي ندير الدوره ديال العنق كتجيني ساهله. صافي غادي نفصلوا الاكمام. الثوب اللي شاطلينا غادي نحاول نقادو. عندها 58 في الطول ديال الكم، زائد 2 سنتيم ديال الخياطه، سنتيم من الفوق، سنتيم ديال لاستيك، زائد 2 سنتيم كزياده لان الكم فيه لاستيك. كنحط التركيز ديالي على الطريقه هذه، نقاد وكنعقب نجبد جهد سنتيم كما شفتوني. صافي وكنزدي النقطتين بكل سهوله بدون تعقيدات البنات. هانتوما وكناخد في راس الكم 20 سنتيم البنات لانه كيجمعوا لاستيك. صافي كنزدي النقطتين على الطريقه، كنحاول ندخل شويه على الطريقه البنات. صافي كنقطع. وهذا هو الكم ديالنا البنات، كلشي تيجي مقاد، كلشي متول. اللي بغات تستافد اكثر البنات تبدا الفيديو من الاول حتى الاخير. الله يجازيكم بالخير، ما تنساونيش من لايكات وتعليق زوين باش نعرف كاينين البنات كيستافدوا. الله يجازيكم بالخير، واللي دخل معنا جديد ما ينساش يشترك في القناه فضلا وليس امرا لكي يصلكم كل جديد. بشرى العميريه، شجعوني دائما نجيكم بالافاده وبالجديد. دابا غادي نقطع معكم التبطين ديال الخلفه البنات. هانتوما كنشرح لكم بطريقه مبسطه على هذا الشكل هذا. كنحطوه على هذا الشكل وكنقطع. ساهله مهله يا البنات، غير اللي ما بغاش تعلم. صافي وكنهبط جهد 10 سنتيم ولا 12 وكنقطع. هانتوما وهنا البنات غادي نقطع واحد الشريط فيه 3 سنتيم، والقياس ديال دوره العنق. تعبري دوره العنق داكشي اللي لقيتيه عينك ميزانك. انا غير كنقدر في الطول ديال هاد الشريط، كنديرو 3 سنتيم في العرض ديالو. هذا مكان. صافي غادي ندوز البياسه ديالي في السورجي. بقاو معايا. ودابا غادي ندوز لمرحله الخياطه. بقاو معايا البنات. عندي الشريط اللي فيه 3 سنتيم والطول ديالو عينك ميزانك، داكشي اللي قدك في دوره العنق كنحطو على الوجه، وكنحط دوره العنق على هاد الطريقه. صافي وكنخيط. انا كنخيط وتنتم غاديه وكندور مع الكول باش يجينا الكول داير. ما نتمش غادي نخيط نيشان البنات.
صافي كندير كرانات ضروري البنات باش يجينا الكول داير. وكنقطع هذوك الزوائد البنات باش ملي نثني الشريط تجينا الخياطه فينيه ونقيه. صافي كنقلب الشريط كنثنيه على جوج هانتوما بهذه الطريقه وكنخيط وكندور مع الكول كما قلت لكم بالخياطه. كما كتشوفوا البنات، شوفوا الدوره ديال العنق كيف جات، تتجي مفينيه ومشطبه كيف ما كنقولوا، مقاده ومتقونه. نتمنى تستافدوا معايا البنات. صافي غنقطع هاد الزائد ديال الشريط وغادي نخيط مع الجهه ديال الخلف. غادي نحط الجهه ديال الخلف البنات غادي نحط تبطين على هاد الطريقه. هانتوما غادي نخيطو هو الاول وعاد نزيد. ونعمل الكرانات البنات. صافي غادي نحط الجهه ديال الامام على الطريقه هذه. هانتوما كلشي واضح وباين. ونخيط الكتاف ديالي. شوفوا البنات الطريقه ديال التبطين راها باينه. غادي نوصل للجهه الاخرى. هانتوما غادي نهز داك الطريف ديال الكول ديال التبطين وندخل الكتف ونحط التبطين من الفوق. كلشي مفهوم البنات؟ نتمنى بالنسبه للبنات المبتدئات. صافي البنات غادي نحط ندوز ديك الخياطه على الكتاف وعلى الجهه ديال الخلف. هانتوما على الطريقه هذه على الكول ديال الجهه ديال الخلف. هانتوما وغادي ندوز على التبطين ديال الخلف الخياطه. هانتوما والفينيسيو البنات ضروري نتم غادي نخيط وانا كنقي في البياسه، نخليهاش بخيوطها ولا السورجي ولا ما نخيط البياسه حتى نقيها من السورجي. كما كتشوفوا وصلنا للمرحله ديال الكم. غادي نعبروا النص ديال الكم وغندير واحد الكرانه باش تجيني مع الزديه ديال الكتاف. صافي غادي نخيط حيت انا داك العبار اللي كنعبر كيجيني لاصق. كنبدا من التحت ديالكم. ها نتوما البنات وتيجي مقاد. نتوما اللي خاف ما يجيش، اللي خافت ما يجيهاش لكم قد التركيز، تبدا من الوسط ديال الكتاف الخياطه. صافي البنات غادي نخيط الجهه الثانيه وغادي نزدي البيجامه ديالي. بقاو معايا.
من بعد ما جمعت البيجامه غادي ندوز للمرحله ديال تركيب لاستيك في الكم. غادي نزي لاستيك، العبار ديال لاستيك كله والعبار ديال السيده. غادي ناخذ داك لاستيك اللي زديت، غادي ندير فيه واحد الطبعه في النصف ديالو صافي. نحطو على هذا الشكل هذا، كنلصقو بالفنيته في الزديه ديال الخياطه وفي نص الكم حتى هو كنعبر ليه النص ديالو هانتوما. وكنخلي غير ملي كنخيط كنجبد لاستيك ونخيط، كنخلي غير السورجي كيبان. هانتوما البنات هاد الطريقه هذه تيجي لكم فيني، حسن ما نركبوا لاستيك قبل ما نزديو الدوره ديال الكم، كتجي الخياطه باينه في الكم. الطريقه هذه كيجي لكم فيني وزوين صافي. حنا كنجبدوا لاستيك وغادي كنخيطوا. نتمنى البنات يكون الشرح ديالي مفهوم، احتاج منكم تشجيعاتكم ودعمكم ان شاء الله نجيكم بالجديد. هانتوما كما شفتوا خيط لاستيك وغادي نقلب. هانتوما غادي نقلب ونخيط، انا كنخيط وانا كنجبد لاستيك. ما تنسونيش من اللايكات البنات والتعاليق الزوينه المحفزه، شجعونا وشجعوا ريوسكم باش تعلموا الصنعه. قالك الصنعه الا ما غناتك تسترك وقيله تزيدك في العمر. صافي البنات، ها الكم ديالنا شوفوا تيجي مفيني وزوين. هانتوما وهذا هو الشكل النهائي ديال البيجامه. كتجي بيجامه كسيوه، كتجي بحال الكسيوه. هانتوما واخا عند السيده عندها العبار كبير 35 ودرتها كلوش من التحت، جات على شكل كسوه. هانتوما البنات شوفوا دورة العنق كيفاش كتجي مفينيه ونقيه. شوفوا معايا لاستيك في الكم حتى هو تيجي نقي وزوين. حتى اللي بغات دير حتى لاستيك العريض ديرو بهذه الطريقه هذه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم الطريقه والشرح المبسط، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. السلام عليكم.